السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وان شاء الله تكونوا فرحانين ومهنيين وانتم تشوفوا في الفيديو. اليوم ان شاء الله راح نشارك معكم كيكه اللوتيس ولا كيكه البيسكوف. تجي بزاف بزاف بنينه، الذوق خرافي. كنت ديجا سقسيتكم في الانستغرام الا نجربها ولا لا. بطبيعة الحال على طريقتي الخاصة، جربتها على طريقتي الخاصة وخرجت بزاف بنينة وبغيت نشارك معكم الوصفة. المهم بالنسبة للكيك درت فيه 2 حبات تاع بيض يكونوا في درجة حرارة الغرفة، مع نص كاس تاع سكر عادي وملعقة لافاني بودر ولا ليكيد ولا تاع ساشيات اللي كانت متوفرة عندكم. ونطلعوا الخليط تاعنا مليح بالباتر حتى يبيض ويولي لنا عفوا بهذا الشكل. ونضيفوا ربع كاس تاع زيت نباتي وفي نفس الوقت نكملوا ونضربوا بالباتر. المهم حبيباتي، هنا بعد ما كملت ضربت راح نضيف باطا تاع ياغورت ناتور. تقدروا تعوضوه بنص كاس تاع حليب الا ما كانش متوفر عندكم الياغورت ناتور. ونكملوا نخلطوا هذه المكونات مع بعضها. بعد ما نخلطوهم راح نستغناو على الباتور، نحوه نخلطوا غير بالضرب اليدوي فقط عفوا. وهنا يا خياتي ضفت كاس تاع بسكويت تاع البيسكوف ولا لوتيس كما نعرفوه حنايا. كاين ماركات واحد اخرين في المتاجر الجزائريه تقدروا تلقاوهم. وضفت كذلك كاس تاع فارينه غربلتهم، وباكي تاع خميره الحلوى غربت كلش مع بعض. ومن بعد نخلطوا بالضراب اليدوي فقط. وهنايا بعد ما خلطت الخليط كما راكم تشوفوا جاني شويه ثقيل، زدت له 2 مغارف كبار تاع حليب وخلطت حتى تحصلت على القوام اللي راني باغيته تاع الكيك. نتوما الا درتو نص كاس تاع حليب راح يجيكم هذاك هو، وإلا درتو باطا تاع ياغورت ناتور ديروا الفارينه كاس غير 2 صباع ولا صباع على حساب نوع الفارينه. ومن بعد هنايا درت في المول تاعي من تحت درت ورق الزبده وصبيت هذاك الخليط في المول. ومن بعد ندخلو للفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى ينشف لنا الكيك ويطلع يكون واجد. والآن حبيباتي راح ننتقلوا لتحضير كريمة الجبن. كريمة الجبن هذه ما فيهاش بزاف مقادير وتجي بزاف بنينة، أنا هذه هي اللي نعتمدها دايما في التشيز كيك بصفة عامة. هذه اللي نديرها ديجا شاركتها معكم في فيديو سابق. درت فيها 2 باطات تاع تي سويس وكاس معمر تاع لحظة النوعية اللي تبغوها اللي تكون متوفرة عندكم. ومن بعد نضيفوا 4 حبات تاع جبن مثلثات النوع اللي تبغوه، اللي تبغوا الذوق تاعو استعملوه. انا استعملت هنا خلطت درت شويه تشيزي وشويه تاع البربر اللي كانوا متوفرين عندي في الدار خلطتهم. المهم حبيباتي هنا نحكموا الميكسر ونبداو نميكسو في هذوك المكونات مليح. بعد ما نخلطوهم وترجع لنا كريمه سائله نضيفوا 2 ملاعق كبار تاع سكر عادي ونكملوا نخلطوا بالميكسر حتى يذوب لنا هذاك السكر. وهنا يا حبيبتي هذه الخطوة اختيارية تقدروا ما ديروهاش. انا يا حكمت هذاك البسكويت تاع البيسكوف فتتو غير بيدي هكا وضفتو لهذيك الكريمة وخلطت مليح حتى تجانست كامل المكونات. بعد ما تجانس راح نصبها كامل فوق هذيك الكيك اللي كان طابلنا. دوك نوريكم الشكل النهائي تاع الكيك. الكيك تاعنا راه واجد حبيباتي كيما راكم تشوفوا، يجي بزاف بزاف خفيف وبنين كيما راكم تشوفوا. الصوره راهي تهدر. كيما نحكي لكم ما نقدرش نوصف لكم البنه تاعو. هذه الكيك بنه والكريمه بنه كاع واحده اخرى يجوا مع بعض روعه روعه. جربوهم اكيد راح يعجبوكم. هنايا هذه الخطوه اختياريه. انا شربت الكيك تاعي بالحليب، تقدروا تشربوه بالسيرو اللي هي شربات ولا حليب وضيفوا له لافاني اي حاجه. المهم شربوه ما تخلوهش ناشف هكاك.
ومن بعد صبيت كامل هذاك الكريمة فوق الكيك تاعنا بهذه الطريقة، ودخلته للفرن من الفوق فقط، يكون الفرن بارد خاطرش دخلته بالطبسي. شعلت من الفوق فقط حتى نشف، وكي تحطوا صباعكم هكا من الفوق يكون شاد روحو ما يلصقلكمش في يدكم. ومن بعد دخلته للثلاجة تقريبا واحد الساعة قد ما شد روحو وبرد باه ندير له الطبقة الأخيرة. وهنا يا حبيبتي راح نديرو الطبقة الأخيرة. أنا شدرت فيها حكمت هذه زبدة اللوتوس، زبدة البيسكوف بزاف بزاف بنينة، ذوبتها في الميكرووند وبديت نحط فيها من الفوق. هذا مكان هذه الخطوة اختيارية، تقدروا ديروا أي حاجة بغيتوها من الفوق، تقدروا ديروا كراميل ولا شيكولا ولا أي حاجة، ولكن الكونسيبت تاع الكيك تاع اليوم هو كيك اللوتوس، معناتها راح نديروا زبدة اللوتوس من الفوق، راح تجي بزاف بزاف بنينة. جربتها وما ندمتش عليها، هذه صح تجي بنينة. المهم حبيباتي راح نكمل كامل الزبدة هذه من الفوق وندخلها للثلاجة تزيد تبرد على الأقل 3 ساعات ولا 4. كل ما خليتوها هذه الكريمة تشد روحها وتزيد تولي بنينة أكثر. المهم حبيباتي بالنسبة للتزيين أكيد اختياري، زينت بالبسكوي مطحون، زينت به كاع هكايا، صنعت به دائرة، وحبة بسكوي من الفوق تاع اللوتوس وراهي واجدة. هنايا بعد ما بردت جيت نوريلكم نقسم لكم شويه باه تشوفوا القوام تاعها، تجي بزاف بنينه البنات، جربوها اكيد راح تعجبكم. واذا جربتوها بحثوا لي في الانستغرام نخليه لكم في صندوق الوصف. وما تنسوش حبيباتي تشتركوا في القناه اذا ما كنتوش مشتركين، ودعموني بجيم وكومنتير وبارطاجوا الفيديو مع صحباتكم وحباباتكم. ما يبقى لي نقول لكم غير تهلاو في رواحكم، دمتم في رعايه الله وحفظه.